فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده الكنافه. الفيديوهات اللي فاتت دي كلها كانت اكل، قلت اغير بقى وندخل في الحلويات شويه. الفيديو النهارده بصراحه كان يعني صوت، لكن اياد طالع اكتر من الكنافه شكل وصوت، فبوظ الدنيا خالص. يعني كتمت الصوت وقلت اسجل انا بقى بصوتي. الفيديو حلو، اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هنبدا بيها السيرب او السيره او الشربات زي ما بتقولي عليه. 4 كوبايات من السكر، حطيت 3 كوبايات من الميه، عصره ليمونه ومعلقه عسل كلوكوز كبيره كده او معلقتين. دي الطريقة بتاعتي في الشربات او السيرب اللي بعمله. بعد كده بسيبه على النار، اول ما يغلي بسيبه 7 دقايق. وقبل ما اطفي كيس فانيليا، اي كيس فانيليا عندك هتحطيه وتطفي بقى على طول، بيكون السيرب بتاعك جاهز. بحب اعمل كمية كبيرة لان بسيبه يبرد واحطه في التلاجة. السيرب كل ما يكون في التلاجة بيتقل اكتر، بيديكي نتيجة احسن. هنحضر بقى الكريمة او القشطة زي ما بتقولي عليها. انا هنا بضحك علشان جوزي دخل قفشنا، احنا سارقين اللبن بتاعه. استني بس هقول لكم الموضوع. بس المهم اني حطيت 3 كوبايات من اللبن، معلقتين من السكر، معلقتين من الدقيق، معلقتين من النشا. هتقلبيهم كويس وترفعيهم على النار. اول ما تطفي على طول كيس فانيليا وخلاص هتكون جاهزه. جيت ادور في التلاجة زي ما قلت لكم، بنتي صممت يا ماما اعملي لي كنافه دلوقتي. ده احنا هنا في الوقت ده كانت خلاص الساعه قربت على السحور، يعني انا هحطها في الفرن وهتسحر. جيت ادور على لبن، ما لقيتش لبن. يا بنتي ما فيش لبن، طب هعمل ايه؟ قالت لي يا ماما خدي اللبن بتاع بابا. لسه يا دوب اول كوبايه بقى ببص لقيته داخل عليا. ضحكنا بقى اللي خلاه خد باله. ايه ده انتوا واخدين اللبن بتاعي؟ ده هو اصلا خالد دسم اصلا خفيف، بس قلت ما قداميش بقى غير هو. قال لي خلاص سماح، يعني عشان رودينا نفسها في حاجه حلوه. المهم بقى خلصنا. زي ما انتم شايفين كده الكنافه طلعتها على البلانشه قطعتها. سيبيها ترتاح 10 دقايق لو هي عندك في الفريزر. لو انت لسه جايباها دخليها الفريزر لمده ساعه او ساعتين، وبعد كده طلعيها يعني كسريها على البلانشه او في الكبه زي ما انت عاوزه. لكن مجرد ما بتجمد خلاص بتتكسر على طول. بعد كده في الصينيه حطيت السمنه زي ما شفتوا كده، ونزلت بقى باول رق. ما بحط السمنه، يعني السمنه مش بحطها خالص على الكنافه، لا يعني بحط الاول في القاع بتاع الصينيه، وبعد كده بحط الكنافه وبرجع احط تاني على الصينيه من فوق. من اول ما بقيت اعمل الطريقه دي والكنافه بتطلع ناجحه معايا وسريعه وما بتبهدلش الدنيا. انتي لما بتحطي الاول السمنه على الكنافه وتقلبيها بتكتل كده، بتعمل زي كتل كده، تيجي تفرديها بقى بتاخد منك وقت. لكن الطريقه دي حلوه. الكريمه بتاعتي بعد ما بردت كده شويه بدات بقى احطها في الصينيه. اهم حاجه ما تحطيش في الحروف. لو حطيتيها في الحروف وجيتي تقلبيها هتلزق زي المره اللي فاتت كنت عاملاها ولزقت مني. فخلاص كده. بعد كده احط الطبقه اللي فوق وانزل بقى بالسمنه. اول ما بدات في الكنافه ولعت الفرن على اعلى درجه عندي 180. هحطها على الشبكه. اول ما تحمر من فوق هقلبها بقى في صينيه تانية قدها. مهم قوي ان انت تقلبيها في صينيه تانية لان من تحت بتكون متسويه اكتر. شايفين اياد؟ علشان كده يعني انا شلت الصوت بجد مبهدلني. اول ما يشم بس كده ان انا بصور تبص تلاقيه الرنج بيشده. الاضاءه اللي حطاها دي بيشدها، يعني لا فظيع. يعني هو عارف ان انا هجري وراه وكل شويه يطلعني. بصي حبيب قلبي، بصي والله مزهقني، بس ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه. المهم خلاص كده حطيت بقى السمنه. عاوزه كنافه كويسه وحلوه حطي سمنه كتير. بجد والله العظيم، يعني اي حلويات كتري لها سمنتها هتاخدي نتيجه كويسه. من اول ما بدات اعمل كده الخطوات اللي بعملها في الكنافه دي بقت بتطلع ناجحه معايا. الاول زي اي ست مصريه او اي ست، يعني اي حد لسه متجوز او لسه بنوته صغيره كانت تيجي تعمل الحلويات ما كانتش بتظبط معايا. اقول لا دي مش ما بعرفش ماليش في الحلويات. لكن والله ما فيش الكلام ده خالص. جربي مرة واتنين وتلاتة والكنافة بالطريقة دي هتطلع ان شاء الله كويسة معاكي. انا الكلام بياخدني ونسيت. يعني انا المهم ان انا قلبتها في صينية تانية وسبتها احمرت. واول ما طلعت من الفرن السيرب كنت حطيته في التلاجة وهو ساقع، والكنافة عندي سخنة وبحط السيرب. ده هي لسه سخنة مولعة. هنا كنا اتسحرنا ورجعت بعد السحور بقى بقطعها لهم علشان كل واحد، يعني كان خلاص الفجر فاضل له نص ساعة. كانت لسه سخنة بجد، وهي سخنة حلوة قوي قوي قوي. انا النهاردة تاني يوم لما بردت كمان، يعني شفتي كنت بقولك حلوة قوي قوي قوي. النهاردة بقى يعني حلوة قوي 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 قوي. يعني بجد كان طعمها حلو. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تنجح معاكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللون ده كمان، يعني الإضاءة مفتحة لونها، شايفة؟
عكس الاضاءة بيفتحها ويغمقها، لكن اللون الغامق فعلا كان لونها. كانت حلوة قوي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، كان فيه لك كده ورغي كتير وضحك كتير، فقلت اسيبه بقى كده يعني ايه، نفك عن نفسنا شوية. يا رب تكون الايام كده هنا وسعادة عليكم ان شاء الله. قومي جربي في نص كيلو، في ربع كيلو، لو انتي مش بتظبط معاكي ان شاء الله هتظبط معاكي من بعد النهاردة يعني. امشي على كل خطوة قلتلك عليها. اهم حاجة حطيها في الفريزر، بتدي نتيجة كويسة. خلي السيرب بتاعك ساقع برضو بتدي نتيجة كويسة. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل. المفروض اسميه بقيادة اياد، يعني اياد منتشر النهارده زي ما قلت لكم اكتر من الكنافة. ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب. شوفي الولاد الصغيره بتفرح اكتر حاجه لو انت بتعملي حاجه حلوه. قومي كده شجعي ولادك واعملي لهم الحاجه الحلوه. الكنافه غاليه بره، ما تشتريش كنافه من بره، هتطلع معاكي والله احسن من اللي بره. هو لا بياكل ولا غيره، هو بصي عاوز بس كده يبهدل الدنيا بالشوكه ويقطع فيها وخلاص، لكن بصي هديله. حبيبي اسم الله عليكي. يلا. النهارده طلعت لكم اياد كده وقلت يبقى فيديو تغيير شويه، بيقول لكم باي. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.